التوجيه بشكل رسمي، مدرس قاعد قدامه تلاميذ حاطط سبورة بيشرح لهم. دي خريطة للأوضاع الاجتماعية في جمهورية مصر العربية في ظل المسائل اللي بتعيشها البلد. مفيش حد يقدر يعيش مطمن على كرامته وحياته وأسرته إلا الأفراد في هذه المنظومات الثلاث. أولا، منظومة الجهات السيادية، الحكومة، أمن الدولة، المخابرات بأنواعها. ثانيا، منظومة العدالة، القضاء، النيابة، الشرطة. فعلا صوروا لنا المشهد اللي كلنا عارفينه في هي فوضى، لما وكيل النيابة قدر ان هو ياخد حقه ويقتحم القسم ويروح يخبط على مكتب المأمور. وشرف امي انها هتاخد المره دي. ثالثا، منظومة الثروة، وفي الحقيقة المنظومة دي بتتعامل وتكاد تشتري المنظومتين دول. تخيل يا صديقي ان شعب كامل كان بيروح يدفع فلوس في السينما علشان يسمع الكلام ده. أما اللي زينا، حيا الله، علماء، دكاترة، مدرسين، فإحنا مرشحين في أي لحظة ناخد بالجزمة. لا قيمة لنا في هذا الوطن اللي أصبح وطنهم هم، وإحنا بقينا لاجئين. ناس راحت دفعت فلوس في السينمات علشان يخشوا يتفرجوا على الافلام دي ويخرجوا موهومين ان الحل في التغيير. فين السكر؟